فيه ناس أمور صعبة لما تقرأ عن بلعام ابن بعور في العهد القديم، اللي هو حب بلاق ملك مؤاب يستأجره عشان يلعن شعب الله ويقدم له الهدايا. يقول كده، قال لك: لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. ما أقولش غير اللي يضع الله في فمي. وبعدين الله حذره، قال له: الشعب مبارك ما تلعنوش، الشعب مبارك ما تلعنوش. وحذره ما يمشيش مع بلاق ملك مؤاب عشان ما يحيدش عن الطريق. ولكن بكل أسف، ودي نقطة برضه في منتهى الخطورة، أن وضع معصرة لإسرائيل. عرف أن ربنا رافض، مش هيلعن الشعب والشعب مبارك. راح قال ملك مؤاب، قال له إيه؟ قال له: زين بناتك وطلعها ليهم، لما يرتكبوا خطية الزنا ربنا هيغضب عليهم ويبيتهم. شفت المصيبة بقى اللي عملها؟ منين بتقول لتكن آخرتك تمت نفس موت الأبرار ولتكن آخرتك آخرتهم، وجاي تقول للملاك عشان عارف ان خطية الزنا بتغضب قلب الله جدا، عشان خاطر كده يقول له: طب زين بناتك وطلعهم علشان خاطر لما يقعوا في الخطية ربنا يغضب عليهم ويبيتهم. ليه بتضع معصرة أمام الشعب؟ والسبب عدد كبير مات، آلاف ماتت بسبب الخطية. وعشان خاطر كده اتكلم عنه في العهد الجديد وقال لك: بلاك بن بعور وضع معصرة أمام الشعب. اتكلم عليه يعني ويل، عذاب رهيب. كان في نظر نفسه يقول ايه؟ يقول في نفسه كده: لتمت نفس موت الأبرار ولتكن آخرتك آخرتهم. كده نفس موت الأبرار انك تقول للناس اوعوا في الخطية من أجل أجرة، من أجل هدية. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ايه تحط معصرة قدام الشعب؟ وياما ناس لغاية دلوقتي يقول لنفسهم كده برضه، فكرين نفسهم ان هم أبرار ويضعوا معصرة أمام الناس عشان يفصلوهم عن المسيح، وتكون النتيجة رهيبة رهيبة. ربنا بيسيبش عذاب رهيب في الآخرة، يكون شرهم صاعد إليه. ربنا بيصبر عشان الإنسان يقدم التوبة، إنما اللي بيتمادى في الشر لازم غضب الله لا محالة. أي إنسان بيتمادى في الشر فيه غضب، فيه عقاب. الله ما خلقهاش وسابها كده بلا ضابط، استحالة، حاشا.